صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن عيلة القلعاوي الفنية: عبد الحليم القلعاوي، إحسان القلعاوي، ومحمود القلعاوي. عبد الحليم القلعاوي والد إحسان ومحمود، اتولد سنة 1901 وتوفى سنة 1960، وهو واحد من الفنانين اللي اشتغلوا في المسرح مع فرقة الريحاني وفرقة رمسيس. ومن أدواره في السينما دور وكيل النيابة في فيلم صراع في الوادي، ودور الشاويش في فيلم الهوى سوا، ودور المجنون اللي خطف الأتوبيس في فيلم آخر كدبة. وبنته الفنانة إحسان القلعاوي واحدة من الفنانات المثقفة. درست إحسان القلعاوي الأدب الفرنساوي في كلية الآداب، وبعدين درست فن التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. واتولدت إحسان القلعاوي سنة 32، واشتغلت بعد ما اتخرجت من المعهد في المسرح والإذاعة، وهناك اتعرفت بكاتب السيناريو محمد أبو يوسف، ونشأت بينهم صداقة اتحولت مع الوقت لقصة حب، واتجوزوا وخلفوا 3 بنات. وقدمت إحسان القلعاوي على مدار حياتها الفنية اللي امتدت حوالي 50 سنة مئات الأعمال الإذاعية والمسرحية والسينمائية والتلفزيونية. ومن أشهر أدوارها السينمائية دور مرات الفنان محمود مرسي في فيلم السمان والخريف، وأدوارها في أفلام ليلة سقوط بغداد، وفيلم عهد الهوى، وفيلم كل هذا الحب، وغيرهم. ومن أشهر مسلسلاتها هارب من الأيام، ترويض الشرسة، عودة الروح، وأين قلبي. وتوفت إحسان القلعاوي سنة 2008، واتدفنت في مقابر المسلمين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية اللي عايش فيها بناتها. أما محمود القلعاوي فاتولد سنة 39 وتوفى سنة 2018، واتخرج من كلية الحقوق سنة 64. ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم ريا وسكينة، وفيلم ولا من شاف ولا من دري، وعليش دخل الجيش، وهدى ومعالي الوزير. وقدم عدد من المسرحيات الكوميدية، منها أشهر أدواره في مسرحية الجوكر مع محمد صبحي، ومسرحية عبده يتحدى رامبو، وواحد ليمون والتاني مجنون، وانت حر. وفي التلفزيون مسلسل رحلة المليون، ومسلسل برج الأكابر.